السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ريتال الاكلات. عشان النهارده هنعمل هريسه الحلواني باسهل طريقه كمان، وطريقه تقطيعها بطريقه سهله احترافيه كده. بصي، هتطلع معاكي احلى صينيه هريسه. احسن من بتاعه الحلواني كمان. بصي، حاجه كده بتدوق في البق دوب، حاجه كده لذيذه جدا. كمان شايفين طريه جدا فوق ما تتخيلوا، طعمها تحفه. يلا نشوف المقادير مع بعض. معايا هنا كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب. وطبعا المقادير بتاعتي هسيبها لكم في صندوق الوصف بالكامل بالجرام وبالكوبايه. نص كوبايه من جوز الهند، يبقى كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، نص كوبايه من جوز الهند، 3/4 كوبايه من الزبده او السمنه. الحليب بتاعي هنا بيكون حليب دافي، ما ينفعش اجيبه من التلاجة على طول واحطه، علشان يسهل عليا عمليه ان السمنه تدوب معايا على طول. والسمنه هنا بتبقى بدرجه حراره المطبخ، يعني مش بجيبها من التلاجة، لا، بتبقى بدرجه حراره الغرفه اللي انت بتعملي فيها. شغاله تقليب كده زي ما انت شايفه كده لغايه ما يدوب معايا واللون يبقى كريمي. هنا انا بستخدم 100 جرام من عسل الجلوكوز، لو مش متواجد عندك تقدري تستخدمي كوبايه من السيرم التقيل او شربات الحلويات التقيل. بس هي عامه هو العسل الجلوكوز حلو جدا، بيدي طراوه للحلويات، والبرطمان ما هوش غالي، يعني تقدري ان انت تجيبيه وبيقعد يعني حبه كبيره عندك. طبعا شغاله تقليب كده لغايه بقى لما السكر يدوب والعسل الجلوكوز يدوب واللون اساسا يبقى كريمي معايا، السمنه والسكر وكله يدوب معايا واللون يبقى كريمي. شغالين تقليب كده، انا عايزه كل المكونات دي تبقى المكونات دي دايبه معايا. خلاص، هو كده الخليط بتاعي دايب اهو، زي ما انتم شايفين السمنه والسكر كله داب مع بعضه. هبتدي انزل هنا بالسميد بتاعي او دقيق السمولينا. شغالين زي ما احنا كده، انا عايزاه بصي السكر يدوب كله والعسل يدوب، يعني ما يبقاش ليه اي اثر. هنا السميد بتاعي انا استخدمت كوبايه ونص، انا استخدمت هنا 3 كوبايات. الصينيه اللي هعملها مقاس 30. استخدمت هنا 3 كوبايات من السميد او دقيق السيمولينا، حوالي 500 جرام. وهنا هاخد معلقه من الكيك شيف او البيكنج باودر، معلقه صغيره ممسوحه، ومعلقتين من الطحين او معلقتين من الدقيق، ورشة من الملح. هي دي المكونات يا ستي، هي دي المكونات يا ستي، ما فيش اسهل من كده. ومش هتفرقيها عن بتاعة الحلواني بجد بجد بجد. يعني بص، طعمها زي بتاعة الحلواني بالظبط، لان بصراحة جايبة الطريقة من واحد حلواني. وطبعا كل صنايعي اضرب صنعته. شغالين تقليب كده، ما بتعجنيش فيها، مجرد ان انت تقليب بس الخليط يختلط مع بعضه، علشان طبعا ما تعملش عرق معاكي. من فوق لتحت كده الخليط بتاعي، مش القوام بتاعي مش بيبقى سايل، القوام بيبقى ايه، متماسك شوية. يعتبر كده الخليط بتاعي جاهز اهو معايا بالشكل ده. هنزل بباكت من الفانيليا بقى، علشان تبقى ريحتها حلوة كده معانا. يبقى اخر حاجة باكت من الفانيليا. تقدري كنت تحطيه في الاول او وقت ما انت حابة تحطيه بقى، لو مش عايزة تحطيه ما تحطهوش. بنكتفي بالفانيليا اللي بتبقى في السيرم بتاعنا. خلاص الخليط بتاعي جاهز اهوت معايا. طبعا بجيب الصينية بتاعتي، المقاس اللي انا عاملاه ده صاج 30 او مقاس صينية 30. ال500 جرام بيتحطوا في الصينية مقاس 30. ببتدي بقى ادهن الزبدة كويس او السمنة كويس، وبتدهني الصاج بتاعك او الصينية بتاعتك كويس، علشان طبعا الهريسة بتاعتك تاخد لون من تحت ومن فوق، يبقى اللون بتاعها موحد لون ذهبي، وشها زي ظهرها. بنزل بكمية الخليط بتاعتي كلها بقى بالشكل دوت. وبعد ما بنزل بكمية الخليط بتاعتي بقى بسيبها ايه ترتاح بقى حوالي ساعتين كده، لغاية ما السميد بتاعي يشد بقى ويتشرب كل السوائل دي. نزلت بكمية الخليط، بحاول بقى ان انا اوزع الخليط بتاعي في الصاج او الصينية متساوي، علشان طبعا ما تبقاش احنا حاطين بيكنج باودر، فعشان ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية، لا، حاولي بقدر الامكان ان انت تساوي الصينية كلها قد بعضها، علشان تطلع القطع بتاعتك متساوية.
ببتدي ان انا اخبطها خبطتين كده لغايه ما تتساوى معايا. انا ما اعملش فيها اي حاجه، هو مجرد ان انا بخبطها الخليط بتاعي بيتوزع. اهم حاجه ان انت تخبطي على سطح متساوي، ما يكونش فيه حته عاليه وحته واطيه. بعد كده بقى، بعد ما تسوت معايا خالص اهي بالشكل دوت، بجيب معايا المكسرات. انا هنا ممكن تقدري تزيني بلوز، بفستق، اي نوع مكسرات، او جوز هند اللي هي الضوافر الكبيره شويه. انا هنا زوقت الهريسه بتاعتي بمكسرات عاديه، بالسوداني، بالفول السوداني متواجد في كل حته تقدري ان انت تعمليها. برش بقى دقته نص دقه كده، خليته سوداني مجروش، يا دوبك فرمه واحده في الكبه بس. وبعد كده برشه كده على وش الهريسه بتاعتي بقى، وبضغط بايديا كده ضغطه خفيفه جدا، وبسيبها ترتاح بقى ايه لمده ساعتين كده لغايه ما تتشرب السوائل بتاعتها كلها. طبعا علشان انتوا عارفين ان الدقيق بتاع السمولينا بينفش كده. بعد كده بقى هنجهز السيرم مع بعض. والسيرم بتاعنا يا ست الكل، كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، باكت من الفانيليا، وكمان عصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز حوالي 50 جرام. هنزل بقى بمعلقة كبيرة واقلبهم على البارد وارفعهم على النار. اعد 8 دقايق من بعد ما برفعهم على النار بالشكل دوت. بعصر الليمون بقى وبقلبهم على البارد علشان السكر يدوب معايا. لو مش متواجد العسل الجلوكوز برضو زي ما اتفقنا عادي ممكن ما تحطوش. طبعا دي شكلها اهيت. بعد بقى ما طلعت من الفرن بتاعنا، هبتدي بقى ان انا اسقيها الشربات بتاعنا بالشكل دوت. الشربات بتاعنا هنا طبعا البسبوسة بتاعتنا بتبقى لسه طالعة من الفرن، والشربات بتاعنا بيكون دافي. الهريسة بتاعتنا طبعا بتبقى هريسة يعني طرية جدا، بتدوب في البق دوب كده. طبعا بندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد لون من تحت. وبعد كده اول ما بتعرفي ان هي استوت بتبص تلاقي الاحراف بتاعت الصينية كده إيه لونها احمر. اول ما تلاقي اللون احمر معاكي بتشغلي عليها الشواية من فوق تاخد اللون الذهبي، وبعد كده تطلعيها من الفرن. طبعا دي شكلها اهيت بعد ما شربت السيرم بتاعنا كامل. انا بقى هبتدي ان انا اقطعها، بقت طرية معايا بالشكل دوت. واحسن حاجة بقى لو قطعتيها وسيبتيها لتاني يوم تاكليها تاني يوم. بجد الحلويات الشرقي احلى وقت تاكليها هو تاني يوم مش اول يوم. عن نفسي في ناس بتحبها اول يوم، بس كل ما بتبات بصراحة يعني تاكليها تاني يوم بتلاقيها زايدها حلاوة. القطع بتطلع معاكي متساوية، غير لما انت بقى بتقطعها وهي سخنة كده. ما بتبقاش يعني ما بتطلعش معاك القطع، علشان طبعا انت بتبقى لسه الحاجة سخنة. انما طبعا لما بنقطعها وتسيبيها تبرد بقى براحتها وتاكليها تاني يوم كده، بجد بيبقى طعمها حلو جدا. شايفين منظرها، شايفين شكل التقطيعة بتاعتنا زي بتاعة الحلواني، وكمان شايفين الهرسة بتاعتي طرية جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وكمان والله العظيم طعمها تحفة.